كيفكم؟ شات تكونوا بألف خير اليوم. اوكي سيامات مو معي هلا. انتم اكيد فكرتوا انه انا رح اعمل مقلب، وصح رح اعمل مقلب اليوم. هالفترة شهيتي كتير مفتوحة على المقالب، ما بعرف ليش. فاليوم قررت اعمل مقلب بسياماند. المقلب رح يكون انه انا رح اختبر سياماند من رقم ثاني. ماي جاد كثير خايفه ومتوتره. انا قبل هالمره كنت عامله هالمقلب بسياماند من قبل، بس كان عندنا يمكن ما عندنا بيبي ولا عندنا اي حدا. هلا اجى بيبيين، يعني في ميرا وفي داني. فهلا بدي اختبر سياماند هل تغير بعد الاولاد او لا. بتعرفوا الواحد بعد ولدين بيصير ستريس وبيصير منشغل، حاسه انه احنا هيك مشغولين عن بعض. فاليوم بدي اختبر انه هل سياماند لساته بيحبني مثل قبل ما يكون عندنا اولاد، ولا تغير هالشيء. ميرا تعالي نختبر بابا اليوم. والله يا ويلك يا سيماند اذا ما نجحت بالاختبار. تخيلوا ما ينجح بالاختبار. اوه ماي جاد، هذا الفيديو رح يصير دراما يمكن. ها نختبر بابا اليوم. بوسه يلا. يا برافو. هلا اجى الوقت اشرح لكم فكره المقلب، او هو مو مقلب، يعني هو اكثر شيء اختبار على مقلب. ما بعرف، هيك في شيء بداخلي عم بيقول لي اختبري سيامان. حاليا سيامان مو بالبيت. انا فجاه هيك خطر لي انه اجي افتح الكاميرا واصور هذا الفيديو، لاني سيامان من الصبح طالع لحد هلا، وهلا الساعه تقريبا 10 بالليل. الفكره هي انه انا جبت سيم كارت جديد، رقم جديد. سيامان ما بيعرف هالرقم. هذا السيم كارت راح احطه بتليفوني واعمل واتساب جديد، ومن هالواتساب راح احكي مع سيامان واقول له انه انا يعني على اساس بنت ثانيه، وابلش احكي معه واشوف هو هل رح ياخذ يعطي معي او لا. مشان سيامان ما يشك بالموضوع رح ابلش اول شيء احكي معه انه على اساس انه انا بدي اعمل معه بزنس. يعني ما بعرف شو هو حيكون البزنس، وشوي شوي رح احكي معه هيك انه اتقرب منه، وبعد شوي قال له ممكن اتعرف عليك اكثر، وشو لونك المفضل، وشوي الحركات. او ماي جاد انا كثير فاشله بهالقصص، بس رح احاول اليوم. اوكي يا حبيبي. المهم قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، وكمان لا تنسوا تفجروا الفيديو هاد لايكات، ولا تنسوا تتابعونا على الانستغرام. هلا رايحه اجيب التليفون واحط فيه السيم كارت الجديد. بصراحه انا شوي متوتره وشوي خايفه. ما بعرف ليش، يعني انا ما شاكه بسياماند ابدا، يعني ما بشك فيه بحياتي انه يعمل شيء مو منيح، بس يعني واحد بيتوتر. اوكي حبايبي، حطيت السيم كارت وخلصت. عملت طبعا مو واتساب عادي، عملت بزنس اكاونت، انه مشان انا داخله بموضوع بزنس مو داخله اتعرف. اخترت كمان صوره بنت كثير حلوه. فهلا لازم نبلش. خليني اول شيء هيك ابلش مرحبا، بس مرحبا، كلمه مرحبا. اول شيء مرحبا. يا الله ليش متوتره انا؟ اوكي مرحبا. خليني اكتب تحت المرحبا معك رولا. معك رولا. انا حابه معك رولا، انا حابه احكي معك بموضوع بزنس مهم. انا حابه احكي معك بموضوع بزنس مهم. اوكي بعتها. اوكي شخطين، يعني وصلت لسياماند هلا. التوتر ألف. اوكي هيك دخله، حسيت انه الدخله هي ما مستحيل يشك. اوكي مستحيل انه دخلت بزنس. اوكي بعدين شوي شوي راح احاول ادخل بمواضيع مو بزنس. مواضيع ثانيه. رحت اكلت لانه سياماند صار له 10 دقائق ما عم بيرد. او ماي جاد شافه هلا. نو 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 نو. اهلين. كتب لي اهلين. اوكي عم يكتب. لا بس اهلين خلاص. لا عم يكتب ما في مشكلة. شو بزنس. اوكي هلا بلش الجد. اوكي هلا راح الف لي شي شغله، انه انا جاي من شركة مثلا CMM. ما بعرف اذا في هيك شيء، اذا في هيك شيء ما بعرف، يعني هاي مؤلفة مني. معك رولا من شركة، اكتبها بالانجليزي انه على اساس يعني CMM. معك رولا من شركة CMM، شركة تسويق واعلانات. اوكي بعد. اوه شافه فاتح عم يستنى، ما شاء الله شغيل.
عم يكتب. اوكي لحد هلا انه اوكي ما في شيء، لانه انا عم بحكي عن بزنس، اكيد هو بده يحكي معي عن بزنس عادي. اوكي كل هذا عم يكتب، ما بعرف شو عم يكتب قصة حياته مثلا. تمام منيحة كتير، تشرفنا، بس فيكي تشرحي لي شو المطاوب بالضبط؟ مطاوب بس يامان بس يجي لازم اعلمه املاء اليوم. شو المطلوب، قصده شو المطلوب بالضبط. اوكي راح اقول له خطرت لي فكرة واو، راح اقول له مطلوب ما انه نلتقي ونحكي اكثر عن البزنس لحتى اشرح لك بطريقة احسن. بدي اشوف هل راح يقول اوكي ولا لا. انا بفضل اذا نلتقي ونشرب فنجان قهوة في كافيه لحتى اشرح لك البزنس اكثر. او ماي جاد عم يكتب يا الله. هلا اذا بيقول له ايه حسابه معي عسير. انا ما عندي مشكله اذا سيمان مثلا التقى بوحده بنت انه بس انه بزنس او شغل، يعني انا مو من هالنوع اللي بيغار كثير اوفر. لا كل هذا عم تكتب، شو عم تكتب؟ عم تعرف عن حالك؟ او ما شاء الله عم بيرد بسرعه، يعني عم بكتب له ورئيسا بيرد. ممتاز. انا ما بترد علي هيك بسرعه. فكرة حلوة، كتير حلوة، بس ممكن اعرف شو هالشغل بالاول حتى اعرف ممكن اعمل البزنس هاد ولا لا. ممكن يكون بتكون شي ما بيناسبني. اوكي صح فعلا. هلا راح اكتب له هيك، بدي شو انه اجبره انه هو يلتقي فيني، يعني مشان اشوف. بس انا برايي اذا هو قال اوكي خلينا نلتقي، ما بعرف هل المفروض اضوج او لا، لانه هو بزنس. البزنس هو اعلان للشركة كبيرة، وفي كمان تفاصيل تانية وأمور تانية حابة أحكي معك فيها. أوكي شو هي هالأمور التانية؟ أمور تانية حابة أحكي معك فيها. يا الله عم يكتب ما شاء الله على السرعة، والله تفاعل معي كتير. أنا بفرجيك لما تجي على البيت اليوم. بتعرفوا شو حاسة بعد هالفيديو سيمان رح ينام برا البيت. اوكي بس ممكن اعرف الديل حتى اتأكد فيه اعمله ولا لا. لا كتير كيوت، ما عم يروح يشوفها. هلا بدي احاول اكتر انه، لاني عم بشوفه عم بيصد وعم يعني ما عم يعطيني وجه. هلا لازم انه اشوف لي شي طريقه اخليه ياخذ ويعطي معي. فهو حابب يعرف الديل، ما حابب يلتقي، فهلا انا رح اكتب له هيك. شوفوا الديل ممكن نحكي عنه بالتليفون لو حابب، بس انا حابه اشوفك بكل الاحوال، لانه بدي احكي معك بموضوع شخصي. هلا شو رح يكتب لي؟ هلا بيقرر هذا الشيء انه سيامند وفي ولا لا. اوكي شكله سيامند انصدم، لانه صار له 6 دقايق مو مجاوبني على الرساله. من ورا هي شغله الموضوع الشخصي. احكي لي شو هو الشيء الشخصي. يا الله ليش هيك صعب؟ لا ما فهمنا. اذا صعب معصبه منه، اذا بيرد وبياخذ بيعطي كمان راح اعصب منه. شو بدي انا بالضبط؟ اخر رساله قال لي احكي لي شو هو الشيء الشخصي. انا راح اجاوبه بصراحه انا كتير يا الله كتير صعب. شو بدي احكي؟ بصراحه انا جبت لك الديل والبزنس لانه كتير بحس شخصيتك حلوة وحابة التقي فيك واتعرف عليك اكتر. بتفرج عليك على اليوتيوب وبحسك كتير جنتلمان. حلوة هي جنتلمان.
مشان هيك حابة اتعرف عليك اكتر، ومنها نحكي بالبزنس. هي يعني انه كمان عم بعمل له اغراءات لحتى يجي. بالبزنس سند. ان شاء الله هالمره ما يتاخر علي ويرد بسرعه، لانه انا بصراحه مليت يعني، جاوب وخلصني. الله. اوكي شو يعني اوكي بعت لي هذا السمايل انه على اساس هو مصدوم. ان شاء الله ما انا انصدم فيه اليوم. اوكي لا لا انا واثقه فيه كثير 100%، وسيمان مستحيل يعمل شيء حتى لو جبنا بعد 20 طفل. ممكن، ليش لا؟ انت كثير شو هذا عميدة بصراحة تفاجأت شوي. ما بعرف شو بدي اكتب. اوه ماي جاد، كأنه صارت قديمة شوي هالحركات. حبيبتي شهودة ما عملتي تحديث نحن ب 2010. يا الله شايفك بس عايفك. يا الله او ماي جاد ما بعرف شو بدي احكي. الحمد لله طلع بيعرف. وترني على الفاضي. ما بعرف اضحك ولا ابكي ولا شو اعمل، بس رح يرجع. شوف شو رح اعمل فيه. هلا فكت الصدمه، رجعت على طبيعتي، تفهمت واستوعبت الموضوع. انا من الصدمه ما كنت بعرف شو بدي احكي. استنى سياماد لحد هلا ما اجا، بس لما رح يجي حسابك عسير. شو عملت فيكي؟ بعد عني. تعال والله اليوم الاخر. I swear هتجننك غريب. شوفوا يا جماعه، لبس لزهري كمان قبل ما اطلع من البيت، لبس زهري. شاهد شو صار؟ ليش لابس وردي ومتعطر ومتاخر لحد هلا على الساعه 11؟ بس ما بعرف يا جماعه انه كان الموضوع قديم كثير، يعني من 2020 يعني الموضوع 2020، نحن يلا ب 2022. صار كثير تحديثات. بس لا بدي اقول لك شغله، خبي سلاحك. استني شوي. اول ما بعتي لي بزنس وهالقصص شو فرحت، قلت في بزنس، رح نعمل بزنس. انت كيف عرفت انه هي انا؟ يعني انه موضوع انه مش ظابط اذا حدا جاي يحكي معي بالبزنس ولا بحياته بيعمل هيك شيء. هذا عندك انه هي انا. طريقتك بالحكي ما بعرف، مش ظابطه. مش طريقتك، والله العظيم طريقتك بالحكي، وعامله اكونت بزنس كمان. واتساب بزنس. كيف كانت صدمتك؟ يا جماعه انا عم بكتب لها لشهاد فارت من الضحك، بس فارت من الضحك. اول شيء كنت مبسوط كثير انه يلا خلاص اجانا بزنس، رح نعمل شيء ديل. بعدين لما فهمت الموضوع فرطت من الضحك وانا عم بكتب لها. ما في شيء يضحك. انا حابب اشوف شكل كثير بضحك على فكره يا جماعه، كثير انه موضوع. شوفوا انه ليش بضحك، انه الموضوع صار له يعني زمان كثير، يعني بطلت هالموضوع حبيبي عن جد. لا كثير صدمتيني. انا توقعتك انه عامله ليش عم بصور هالشيء؟ انه قلت انه كان بدي اختبرك واشوف بعد 2 اولاد انت تغيرت ولا لا، انه نفس حبك الي قبل البيبيز. كثير متغير. ما حسيت شيء، لا ما كل شيء خرب. قربت انت ام الشغله. كيف طالع لون الزهري علي؟ الزهري على فكره كثير ناس مظبط شعر. شوفوا شعرها، اللون الزهري طالع عليك بجنن، بشل.
اكتبوا بالتعليقات شو رايكم بالزهري عليك. وين كنت؟ اوكي المهم ان شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم مع انه كان فاشل كثير. افشل فيديو عملته بحياتي. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وكمان لا تنسوا تحطوا لايكات على هالفيديو. اشوفكم فيديو جاي. يلا باي.